لا وكلهم بيبقوا جايين ايه، لا احنا نرقص بس. والرجاله بيقولوا علينا نكديين. ايه رايك ان انت يعني معانا في كورس دانسينج وذ ستارز؟ بيبقوا جايين فاكرين ان الموضوع سهل بس لا انا همشي. دانسينج وذ ستارز الكورس مش معتمد عليا بس، هو معتمد كمان على مجموعه مدربين معايا، هم اللي بنوا معايا الاسم، وهم اللي ساعدوا الناس ان هي تعرف ترقص، وكمان ان هي تكسب موبيليتي وفلكسبيليتي. معانا جيسي ازيك؟ الحمد لله عامله ايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. ممكن تكلميني عن نفسك؟ انا اسمي جيسي عادل. انا فيتنس انستراكتور، طبعا بدرس حاجات كتير، بس حاجه من الحاجات يعني اللي انا بعتبر نفسي فيها متخصصه شويه هي الموبيليتي والفلكسبيليتي. يعني بقالي في الفيلد تقريبا من 97، وكنت سيرتيفايد من عند سامي علوبة يعني في الأساس. بس حلو قوي. طيب قولي لي ايه أهمية الموبيليتي في الفلكسبيليتي بالنسبة للستات؟ بالنسبة للستات هي بصي بالنسبة للبني آدم عموما البني آدم يعني أوكي. في ناس كتير مش بتعرف تفرق ما بين ايه هي الموبيليتي وايه هي الفلكسبيليتي، فانا دايما بشرح لهم انه الموبيليتي دي عامله زي بالظبط لما يبقى عندك باب وبيزيق المفصل بتاعه بيزيق، فانت بتحتاجي تشحمي تزيتي حاجات كده. فهي دي الفكره، انه الموبيليتي دايما بتشتغل على المفاصل. احنا مع السن او مع قله الحركه دايما المفاصل بتنشف، لو انا بعرف اعمل الريست بتاعي كده ممكن ما اقدرش اعمله، لو بعمله بيبقى بصعوبه، فبيبقى الرينج اوف موشن او المدى الحركي بتاعي قليل. فالموبيليتي بتزود المدى الحركي بتاع المفاصل. الفلكسبيليتي اللي هي الناس عارفاها بقى، ان احنا بنعمل اطالات للعضلات للاربطه، وطبعا في كل الاحوال احنا ده بيقع تحت مسمى ريكفري، انك انت جسمك بيعمل ريكفري، بيعمل استشفاء. بس ده بمنتهى البساطه الفرق ما بين الموبيليتي والفلكسبيليتي. يعني الكلاسز جديده دلوقتي، يعني زمان ما كانش فيه، زمان اللي هو فلكسبيليتي واليوجا كتير والموبيليتي، دلوقتي الناس حاسه ان هي بقت فاهماها اكتر. بصي هو الانفتاح اللي حصل من الميديا عموما ومن السوشيال ميديا وكده خلى الناس تبتدي تشوف حاجات ما كناش نعرفها. فاحنا زمان مثلا كان معروف عندنا ان احنا بعد الكلاس بنعمل شويه ستريتشنج، نشد دراعنا نشد رجلينا وخلاص. وده كان بالنسبه للناس هو ده الستريتشنج، واللي هو الورم اب في الاول وخلاص. بالظبط. او انك انت بقى تبقي بتلعبي جمباز، بتلعبي باليه، فتبقى انت عندك هايبر فلكسبيليتي عن بقيه البني ادمين، اللي هي مش كل الناس مطالبين بيها. لما ابتدى يخش علينا كونسبتس جديده في الفتنس والحاجات دي، ابتدى ناس تتكلم ودكاتره عن اهميه الفلكسبيليتي. وفعلا بقى المثل الشعبي العادي بتاعنا بتاع الحركه بركه ده اتطبق عمليا، انه فعلا الحركه بركه. عشان كده انا كتير جدا بيجيلي كلاينتس مثلا تقول لي ايه، انا الدكتور قال لي ما اتحركش، انا الدكتور قال لي مش عارفه ايه. على سبيل المثال مثلا انا عندي كلاينت عندها 75 سنه، يعني ما شاء الله ربنا يديها الصحه. عايزه اقول لك ان هي الدكتور قال لها انت عندك هشاشه وما ينفعش تشيلي حاجه تقيله. بتنزل وبتيجي وبتلعب تي ار اكس وبتلعب فلكسبيليتي وموبيليتي وبترقص وبتشيل حديد، ما شاء الله، وعندها هشاشه. ليه؟ الدكاتره مش فاهمين انه القعده انا بقى قاعده كريحك دي بيزود المأساة. المأساة طبعا وبتضعف الجسم. بالظبط. فدلوقتي الناس بقى عندها شويه مفهوم عن الموبيليتي. انا كمان بشتغل على موضوع الموبيليتي ده بالذات لما بيحضر معايا مثلا راجل من اللي هم البالك او اللي بيروح الجيم بس بيشيل حديد. دايما اقعد اقول بالظبط بيبقوا ستيف، بقعد اقول له ما ينفعش، هيجيلك اصابات كتير. الموبيليتي مهمه، دي مش حاجه بتاعت ستات، ولا ومش حاجه رفاهيه. بالظبط، خصوصا ان انت رياضي. بالظبط. وبيقعدوا يبصوا لنا على انه ايه دي حاجه تافهه، دي بتاعت ستات. طب تعالى كده امسك الاستيك ولف كتفك لورا كده هتلاقيه بيتعذب طبعا. مهم جدا، عشان هو كمان لما يجي يشيل حديد، يشيل اوزان، يقدر يشيل اسهل. الرينج بتاع الحركه عنده هيبقى اوسع طبعا. فلما هيجي يرفع البار او هيجي ينزل بالظبط، المفاصل عنده مش هتتصاب بسهوله. هم غالبا بيجي لهم اصابات مفاصل بسهوله، تلاقيه ماسك الدمبل لو عمل ايده كده هتلاقي الريست عنده مش عارف. بس قولي لي بقى ايه رايك ان انت يعني معانا في كورس دانسينج وذ ستارز؟
ده بصراحة يعني دي حاجة من أحلى الحاجات اللي حصلت لي بجد السنة اللي فاتت بصراحة. وسعيدة جدا يعني للشخص اللي رشحني أصلا، لأنه أنا بشوف إن هي حاجة مهمة ومكملة جدا فعلا للي انت بتدرسيه بصراحة. يعني حتى لما واحدة ست بتيجي تهرب من الكلاس ببقى عايزة أقول لها صدقيني تعرفيش ده لمصلحتك لمصلحتك. ايه المشاكل اللي حاسة اللي هي موجودة في أغلبية الستات اللي بتيجي ترقص؟ بيبقوا جايين فاكرين ان الموضوع سهل. يعني هي هتيجي هتتعلم 1 2 3 4 فهتعملهم. مش فاهمة انه شغلي معاهم مثلا في الموبيليتي والفلكسبيليتي ده يعتبر تحضير او مساعد. انك انت مثلا لو انت بتعملي حركه بكتفك مثلا ورا ولا قدام، فانت مش عارفه تايسوليتي او تعملي عزل لكتفك عن بقيه جسمك، فبتتحركي كلك على بعضك. اللي هيساعدك انك تعملي ده انك تليني جسمك. فانا بشوف طبقه كبيره جايه، هي جايه عشان خاطر كلاس الرقص. ما هو انت مش هتتعلمي رقص مظبوط من غير ما جسمك يبقى متحضر. اي رياضه في الدنيا ليها حاجه اسمها بوليمتريكس. البوليمتريكس دي اللي هي الدريلز او الستبس اللي بنحضر بيها جسم الشخص انه يقدر يعمل المهارات الفلانيه بتاعه اللعبه الفلانيه. يعني الفتنس بتاع الجمباز مش زي الفتنس بتاع التنس، مش زي الفتنس بتاع البالي دانسينج، مش زي الفتنس بتاع شيل الحديد مثلا خالص. ده ليه فتنس وده ليه فتنس وده ليه فتنس. فهو ده اللي نفسي يفهموه، انه هي مش حاجة احنا حاطينها عشان نملى وقت، هي حاجة احنا حاطينها عشان نساعد جسمكم على الكورس الاساسي بقى اللي هو بتاع الرقص. خصوصا ان اكتريه الستات اللي موجوده معانا ما كانتش بتلعب رياضه خالص. بالظبط، هم ستات هي جايه تتحرك وتتبسط. 90% منهم او 95% منهم ما كانوش بيلعبوا رياضه. بالظبط. لا وكلهم بيبقوا جايين ايه، لا احنا نرقص بس. هو ده ليه؟ لدرجه ان انا اكتشفت ان الفتره الاخرانيه ان في ناس بجد ما بتقراش الديسكريبشن بتاع الكورس، رغم ان احنا حاطين كاتبين، بس هو بيقولوا ايه ده، هو ده من ضمن الكورس؟ اقول لهم والله ده من ضمن الكورس. ايوه وبره بيعملوا كده على فكره. يعني بره حتى لو في كورس بالي دانسينج او بتاع، بتلاقي معاه لازم في موبيليتي، شويه ستريتشنج، يوجا، اي حاجه من الحاجات اللي بتعمل ريكفري للجسم وتليين عشان يعتبر بريبريشن يعني. بس لنا موقف كوميدي حصل معاكي مع الطلبه بتوعنا في الطلبه بتوعنا. هو بصي، هو اكتر موقف كوميدي حصل لي كانت في واحده كان لسه بنبتدي الكورس الجديد يعني، وما حضرتش معايا تقريبا، وكانت عندها باد هيستوري عن الفلكسبيليتي مع حد قبل ما تيجي الكورس. مش عارفه جاب لها اصابه او عمل حاجه. فاول ما شافت وشي انا فاكره كويس جدا ان هي راحت قايمه قالت لك ايه، لا انا همشي. يا ستي اقعدي. لا 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 انا همشي، انا ماشيه، يا حبيبي لا 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 لا, لا انا ماشيه. وراحت فاتحه الباب وخارجه خلاص، هربت. المهم ايه، معرفش ايه اللي حصل بعد كام حصه جت حضرت. عايزه اقول لك ان الست دي بقت دلوقتي كلاينت بعد ما خلصت الكورس معاكي، بقت كلاينت ثابته عندي، بتجيلي كل اسبوع تعمل موبيليتي وفلكسبيليتي في مكان تاني. واو. كل مره نقعد نفتكر اقول لها فاكره اول مره لما فتحتي الباب وهربتي. بس انا هقول لك الفتره الاخرانيه برضو جات لي لسه حد برضو عندهم مشاكل ان بتجيلهم اصابات. يعني هي لدرجه خرجت، بس كانت مش عندكم في الشيخ زايد في التجمع. قالت لي لا انا عندي اصابه وانا مش هخلي حد يجرب فيا وحد يتعلم فيا، لا. وجالها زي بانيك كده كان فظيع. أيوة. لا يعني بصي بصراحة هو ده بيحصل، وده أنا بسمعه من الكلاينتس على مدربين الفلكسبيليتي وبالذات. يعني مش هقول موبيليتي لأنه مش ناس كتير بتدرس موبيليتي، أنا يمكن من الناس القليلين اللي بدرس موبيليتي متخصصة يعني. إنما الناس اللي بتدرس فلكسبيليتي كتير جدا، فهم بيعتقدوا إنه لما أنا أمسك اللي تحت إيدي ده واعمله زي الفرخة كده، خليه ولا دوس على ظهره ولا شد رجله ولا بتاع، إن ده صح. لا، الموضوع عايز وقت وصبر. يعني اسهل كتير تعملي عضلات عن انك في سنك اللي عدى 20 ده او 30 تكسبي موبيليتي او فلكسبيليتي كويسه. اوكي. فهم بيتعافوا عليهم، عشان كده بتيجي اصابات. طب قولي لي بقى، لو قلنا مين احسن رقاصه انت بتشوفيها عندها موبيليتي؟ احسن رقاصه عندها موبيليتي
كانت زمان بصراحه. لما نعيمه عاكف. اكيد. اوكي. نعيمه عاكف وكيتي. كيتي جامده جدا. لا انا بحبهم جدا بصراحه. اوكي. لا هم كانوا جامدين جدا جدا جدا. هل ممكن في يوم نوصل لكده؟ انا شخصيا لا، ما انت عارفه. انا يعني اخوكوا الصغنن حلاوه في الراس، ما نمفليش خالص. طيب عايزين نسالك بقى، منهجك في الكورس اللي انت بتديه للستات بتاعت الكورس مختلف عن منهج اللي انت بتديه في كلاسز تانية في اماكن تانية؟ بصي هو مش توتالي مختلف. اوكي. انما انا بركز اكتر مع الستات على منطقه السباين او الظهر، العمود الفقري مع الحوض. اوكي. في الكورس بتاع الدانسينج بالذات، عشان هي دي اكتر حته احنا بنشتغل عليها في البالي دانسينج عموما. فاكتر حته بتبقى ناشفه ومحتاجه انها تتلين، انما ان جنرال وضعيفه كمان، وطبعا ضعيفه. فان جنرال لا، يعني ده يعتبر الفرق اللي انا بركز عليه قوي. لانه مثلا انا بره بقى بشتغل الكلاسز مثلا مره ابر مره لور مره فول بودي. مع في الكورس دايما بشتغل كل مره اكتر قوي، بدي اهتمام اكتر للحوض والظهر يعني. لان اكترية الستات خصوصا ان هي مش ما بتبقاش رياضيه، بتبقى اضعف حاجه عندها هو ظهرها. بالظبط اغلبهم بيبقى ظهرهم يا اما نازل الكتاف يا اما تيجي تقعد بطنهم ضعيفه، المفصل بتاع الحوض مش بيتحرك بسهوله. فده بقى بيبقى محتاج تمرين شغل جامد. عايز اسالك بقى، لو واحده عندها مشاكل في ظهرها، انت عارفه ان في عندنا موظفات كتير جدا فبيقعدوا 7-8 ساعات على الكرسي، يا اما بيبقى عندهم فقرات رقبتهم او فقرات ظهرهم او ان هم بيسوقوا كتير وكده، انت شايفه ايه افضل حاجه ان هي ممكن ان هي تقوي بيها عضلات ظهرها؟ ازاي ان هي تظبط العمود الفقري؟ تعمل ايه؟ بصي هو جنب انها لازم تبقى باستمرار بتتحرك، ما ينفعش ان هي تبقى جسمها مش اكتف. وانا عارفه ان ده مش بيبقى متاح قوي لكل الناس، يعني ان هم يروحوا مكان يتمرنوا. هي تقدر بمنتهى البساطه دلوقتي اونلاين في فيديوهات قد كده، هتخش على اليوتيوب هتطلع يا اما موبيليتي او فلكسبيليتي او بيلاتس. البيلاتس بقى هو المين اوبجكت بتاعه انه هو بيشتغل على الكور. موبيليتي وسترينث وستابيليتي، بيشتغل على الكور كله. لانه هو اصلا لما اتعمل كان برنامج رياضي تأهيلي لمصابين الحرب. فهو بيعدل البوستر وبيعدل السباين، بيلين وبيقوي في نفس الوقت. فالفيديوهات دي دلوقتي منتشرة كتير، ده لأي حد ما عندوش إمكانية إنه يروح مكان يتمرن على الأقل 2 مرات في الأسبوع. عشان أحافظ على لياقتي ورشاقتي وعلى الليونة في جسمي، شايفة إن أنا مفروض يعني أمارس whatever mobility أو flexibility أو pilates كم مرة في الأسبوع؟ أتليست مرتين يستحسن 3. واو، لدرجة 3؟ بس انت عايزاه يبقى زي كورس كامل ولا تبقى فترة واقدر ان انا اقللهم؟ ولا يعني بصي اصل عمر ما حد هيقدر طول عمره يروح ال3 مرات. فلما تقدري تروحي 3 مرات روحيهم. عشان هي اوقات عندك شغل، في عيد، في الولاد عندهم امتحانات، مش عارفه ايه كده. فدايما استغلي الوقت اللي انت تقدري تروحي فيه انك تروحي اكتر وقت ممكن. عشان لو في اسبوع رحتي مره او اسبوع رحتي مرتين يبقى انت اوريدي جسمك بالظبط. بس مره قليل جدا، مرتين معقولين. اوكي. طب قولي لي، انت بتحبي الرقص الشرقي؟ انا بحب اتفرج عليه جدا. بس ما انا حاولت بلاش تحرجيني ارجوكي. اوكي. زميلاتي العزيزه، ايه رايك في فكره الرقص الشرقي او فكره تعليم الرقص الشرقي او فكره ان الست ترقص؟ طبعا فكره ان اي حد يرقص في الدنيا ده بيطلع طاقه طبعا رهيبه، والفايبس كده اللي بتحصل في وقت الرقص سواء شرقي او غيره بتبقى حلوه جدا. بس انا عن نفسي كست، يعني حتى وانا ما بعرفش ارقص شرقي، لما بنبقى ملمومين احنا اصحاب مع بعض ولا بتاع وكده،
بحس ببهجه. يعني انا ما بعرفش ارقص وبقف اتنطط معاهم زي العبيطه كده، بس يعني بحس ببهجه. وفعلا فعلا دايما لما بشوف الستات في كلاس بالي دانسينج وهم مبسوطين وبيضحكوا وبتاع، فدايما اقول والرجاله بيقولوا علينا نكديين، ده احنا فرافيشه، هم اللي بينكدوا علينا على فكره. جاسي، في الفترة الأخرانية دكاترة النساء بقت بتنصح الستات إن هي ممكن عشان تولد طبيعي إن هي تلعب رياضة. في منها اللي هو البالي دانسينج، إن هو ممكن إن هم تيجوا يرقصوا شرقي، أو إن هم يحضروا كلاسز فلكسبيليتي وموبيليتي. قولي لي أنت شايفة ده إيه؟ طبعا ده مهم جدا. انا شايفه ان ده مهم جدا، لانه وخصوصا قبل الولاده كمان المشي الكتير كويس قوي، عشان يعني الحوض نفسه ياخد وضع الولاده المظبوط. وطبعا بالنسبه للفلكسبيليتي والموبيليتي، هو ده حاجه هايله للحوض، ان هو يبقى متاهل. وحتى هي ممكن في وقت الولاده ما يجيلهاش اصابه. ده ممكن في ستات حوضهم بيتصاب في وقت الولاده، يعني ممكن يجي لها مثلا مزق، يجي لها مش عارفه ايه بتاع. ده هيساعدها في ان ده ما يحصلش. هيقلل عنها الم الظهر طبعا، وتقل الجنين نفسه اللي بيبقى محمل على الظهر. يعني بتقوي عضلات ظهرها؟ طبعا بتقوي عضلات ظهرها، وبتشيل عنها الوجع نفسه. وبره حتى في امريكا لما بيجوا يولدوا الستات قبلها بيقعدوهم على السويس بول بتاعه البيلاتس، ويتنفسوا ويعملوا لهم تمرينات للحوض، عشان لما يجي وقت الولادة يبقى الموضوع سلس. فطبعا هي حاجة مهمة جدا جدا يعني. ايه الحاجة اللي انت تحبي ان انت تقوليها لكل ست بتتفرج علينا النهاردة، ولو في راجل طبعا؟ اتحركي اتحركي. اتحركي، الحركة بركة. الحركة بركة بالظبط. ما تكسلوش، اعملوا اي حركة. مش لازم تبقى حتى ظروفك المادية كويسة عشان تشتركي في مكان وتعملي كده. دلوقتي عندك الانترنت مليان حاجات اونلاين تشتغلي وراها، وبالراحة على نفسك طبعا عشان ما تعمليش اصابات او اي حاجة من الحاجات دي. ونصيحتي للرجالة وللستات برضو، عشان دي مشكلة انا بقابلها كتير، انه جوزي غيران عليا ان انا انزل اروح الجيم. لا مراتي بتغير عليا ان انا انزل اروح الجيم. طب روحوا مع بعض، اتمرنوا مع بعض. ده حقيقي. هتبقى حاجه بتشاركوها في الحياه، غير المصاريف والاكل والشرب والغسيل والحاجات دي. انزلوا اتمرنوا مع بعض. انا يعني عندي من نوعيه الفاميليز دي بيبقوا جمال جدا، تلاقيه جاي ومراته وابنه مثلا وبنته وبيتمرنوا كلهم مع بعض، يا اما بيخشوا الجيم فلور يا اما بيخشوا كلاسز. دي حاجة أنا شايفاها بالنسبة للأسرة، لو تشاركناها مع بعض، لو مسكنا إيد بعض كده ونزلنا مشينا. لا ده حقيقي. وهتقوي الروابط العائلية نفسها. بالظبط، هتقوي الروابط العائلية. هيبقى عندنا حاجة جديدة نشاركها مع بعض، غير إن إحنا ما بنعملش حاجة. والضغوطات والنفسيات، ودلوقتي كل الناس مضغوطة. فالرياضة هتشيل عنكم الضغط ده شوية. هتحسوا ان انتوا بتفرغوا طاقه في حاجه مفيده يعني. اكيد. جاسي، حابه اسالك اخبار عربيتك ايه؟ اصل يا جماعه يا عربيتي انا تبوس يا عربيتها تبوس. انا مره عند الميكانيكي، هي مره عند الميكانيكي. هي تقف على الدائري، لا انا اقف على المحور. هي تقف على المحور، لا انا اقف على الدائري. احنا بنبدل مع بعض. اخبار عربيتك ايه؟ لا زي الفل الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. الله اكبر اكبر ما شاء الله. مش نمسك الخشب. ايوه بالظبط. ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم. بالظبط. واحنا يا جماعه يعني هي بس حد يعتذر ويقول ايه عربيتي بس احنا بنكر بقى ورا بعض، بنرد على بعض. احنا بنتنافس أسبوع. احنا بنتنافس. لو هتقولي لنا رقص شرقي في جمله، ممكن تقولي لنا ايه؟ الرقص شرقي فرفشه ونعنشه وانسجام. اوبا. ثانك يو يا جاسي، بجد ميرسي جدا. انا محظوظه ان على فكره مروه عبد المطلب هي اللي رشحتك بجد. ده حقيقي. حبيبتي مروه. بجد انا مبسوطه قوي لان الناس بتحبك، ان انت شاطره جدا ومخلصه كمان في الكورس بتاعك، فده مهم جدا، ومخلصه قوي في الكلاس بتاعك، فده بالنسبه لي ده مهم جدا. ولطيفه وبتضحكي وبتهزري، فالناس ما بتهربش اكتر. يعني في ناس عايزه اقول لك في ناس كلاسز ناس بتهرب من عندها، ولكن انت بتعرفي ازاي تحتوي الست اللي قدامك وتخليها لا تجرب، لا بالراحه، لا الدنيا لطيفه. فثانك يو قوي قوي. وانا حقيقي محظوظه ان احنا بنشتغل مع بعض والله. وانا كمان محظوظه جدا حقيقي. يعني انا ده دايما حتى الناس كلها اللي احنا استضفناهم الطلبه كلهم كانت بتقول
بنقول يعني الفلكسبيليتي، فده هم معجبين جدا بالفكره دي. فانا مبسوطه قوي ان احنا قدرنا نوصل لهم حاجه، وان احنا نوصل لهم ان احنا يبقوا مبسوطين وراضيين وحابين اللي هما بيعملوه. حتى لو هما ما كانوش بيلعبوا رياضه قبل كده، فهم بداوا يعملوا رياضه بشكل مختلف وبداوا يحبوها بوجهه نظر جديده تانية. بالظبط. فحقيقي ثانك يو ميرسي thanks to you والله. وميرسي جدا Thank you. حقيقي. ميرسي يا عائشة، ثانك يو. ميرسي.